الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونحمد الله العظيم سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام أوليائه وسيد أصفياء وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقبل أن نكمل مشوارنا مع الصلاة ومعانيها وفهم مقاصدها وأسرارها، يعني لح بخاطري أمر مهم جدا، وهو يخص خاصة ما شاء الله الشباب كتير في المسجد. أمر يخص كل إنسان في بداية سيره إلى الله. في بداية سيره إلى الله لازم يستعين بثلاثة أشياء: بالصلاة، القرآن، الذكر والدعاء. أقول تاني: الصلاة يكون شغلك الشاغل في بداية سيرك إلى الله. يجي واحد يقول: طب أنا عندي 60 سنة ولسه هبدأ. خلاص، يبقى الموضوع ينطبق عليك. الموضوع ينطبق عليك. يعني كلنا في بداية سيرنا إلى الله، ومعظمنا هو ذلك الرجل في بداية سيره إلى الله. يا جماعة احنا ضيعنا كتير قوي، ولو كل واحد فينا قعد يحاسب نفسه جلسة محاسبة حقيقية هيكتشف ان اللي ضيعه اكتر من اللي حصله، وان هو كان واهم ان هو على الطريق وهو في الحقيقة مش على الطريق. واللي يعيش حال الصالحين ويقرأ في سيرهم وتحرزهم عن المحرمات وارتكاب القبيحات هيعرف ان احنا في واد والناس دول كانوا في وادي تاني خالص، وان احنا الجزئين اللي انت بتقراهم والركعتين اللي انت بتصليهم مش على ما تصبح تاني يوم، ده انت على ما تروح البيت وتشغل الموبايل اللي في ايدك بتكون ضيعتهم وبارزت الله بالكبائر وكأنك عدو من أعدائه. فليس هذا بحال السالكين فضلا عن المريدين، فضلا عن المصطفين الأخيار. خلاص؟ يعني نفترض ان احنا كلنا هنبدأ النهارده. طيب، عشان نبدأ النهارده بداية صحيحة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا بركة هذه الليلة، ليلة 23 رمضان سنة 1445. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا بركة هذه الليلة في أعمارنا كلها وفي بقية عمرنا كله إلى أن نلقى الله، وأن يرينا بركة هذه الليلة، أن يرينا بركة هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاث 23 رمضان 1445. يرينا بركة هذه الليلة ونحن نتجاوز الصراط. قولوا آمين. فلابد أن تستعين بثلاثة أشياء. ركز قوي على القرآن، وأول شيء تركز فيه على القرآن فهمه وتدبره ودراسته والعمل بما فيه. يا عم خلي الحفظ آخر حاجة، مش عاوزينك يا سيدي تحفظ. خلاص، ركز قوي ان انت تفهم القرآن. ويستعان، يبقى احنا كده مع القرآن اهو، يستعان على ذلك بان احنا نبدأ بالتفاسير السهلة الميسورة، زي تفسير مثلا ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الجزائري، تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه، تفسير الشيخ الشعراوي اذا كنت بتحب المطولات وليك نفس، تفسير الوسيط للشيخ طنطاوي، تفسير الشيخ وهب الزحيلي، محمد راتب النابلسي. كل دول أصحاب تفاسير طيبة وسهلة وميسورة. تعلى شوية بقى روح على الظلال، تعلى شوية روح على رشيد رضا. الدنيا ايه؟ تفسير المنار للشيخ رشيد رضا من أفضل التفاسير، لكن وحسرته مات قبل أن يكمله.
يعني كاتب 10 12 مجلد في الجزء ال 12. مات في سورة يوسف، ولسه هيبدأ في الرعد، مات رحمة الله عليه. تفسير ابن كثير. لو انت ليك في السماع خش على اليوتيوب واكتب تفسير سورة النساء، هيطلع لك 100 شيخ مفسرين سورة النساء. اسمع ده واسمع ده واسمع ده واسمع ده، والشيخ اللي يعجبك كمل معاه. اجعل لك حال مع القرآن، اجعل لك حال مع القرآن. وزي ما قلت تفسير 10 آيات أحسن من قراية 10 أجزاء. تفسير 10 آيات أحسن من قراية 10 أجزاء، بس في غير رمضان طبعا. خلاص؟ فاسمع، اسمع واقرأ وعيش مع القرآن، وداوي جراحك بالقرآن، وعالج أمراضك بالقرآن، حقق رجائك وطموحاتك وأفكارك ومشروعاتك بالقرآن برضو. أي آمال لك عريضة دنيوية، خلي بالك أنا بقول دنيوية أو أخروية، ممكن تعملها بالقرآن. فالقرآن يستطيع إدارة حياتك بنجاح. القرآن يستطيع إدارة حياتك بنجاح. طيب والصلاة كذلك إدارة الصلاة، وإدارة الصلاة مضاف ومضاف إليه، وممكن نعتبره من باب إضافة الشيء إلى الفاعل أو من باب إدارة الشيء إلى المفعول. إدارة الصلاة يعني إيه إدارة الصلاة؟ يعني الصلاة تدير حياتك؟ الصلاة تدير حياتي. طب أنت محتاج تعتبر إن الصلاة دي مشروع هو محتاج إدارة، فبالتالي إحنا عاوزين نديرها؟ فيري 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 بيج بروجكت، ومحتاج بروجكت مانجمنت، ومحتاج كل حاجة. وأعظم مشروع في حياتك هتديره الصلاة. عشان كده لازم تقرا فيه، وتقرا في الإدارة، وتقرا ازاي تدير حياتك. يعني ممكن مثلا واحد يجيب مدير يدير صلاته، والله اقسم بالله ممكن. يعني انا لو غني، لو انت راجل غني معاك فلوس تقبض لك مثلا 50 60 الف في الشهر، وتجيب واحد يخليه يدير لك الصلاة وتديله 3 4 5 6000 جنيه، يبقى كتير يا جماعة على الصلاة؟ يديرها. يقول لك يا باشا هتقوم تصلي دلوقتي، يا باشا راجع الادعيه دي تقولها في السجود، يا باشا وقت قيام الليل هتنام دلوقتي وانا هصحيك. راجل هيدير لك الصلاه ويظبط لك المشروع ده ب 5 6000 جنيه في الشهر. ايه رايك؟ والله يا بلاش، واقسم بالله العظيم يا بلاش. طب ما معكش فلوس، ممكن تستعين بصديق، تستعين برفيق، تستعين بابنائك، تستعين بزوجتك. سيدنا داود كان يحرس محرابه 30,000. سيدنا تصوروا الايه؟ انت جايب الارقام دي منين؟ اقراها هتلاقي بقى اثار كتير في سوره صاد في ازاي تصوروا المحراب، وازاي اخترقوا المحراب بتاعه مع ان عدد الجنود كان كتير جدا. فانا بقول هو من المحراب محتاج حراسه 30,000؟ كانوا يحرسونه. وكان داود يستعين بهم على حراسته من نفسه. وهو سيدنا داود ده ربنا ألان له نفسه. ألان له ايه؟ نفس. قبل أن يلين له الحديد ألان له ايه؟ نفسه. فلما يبقى واحد أنا قاعد في أوضة في المحراب بتاعي محاط ب30,000، هنكسف أنام قدامه. هتلاقي الحراس دول فيهم ناس نبطشية نضرجية عشان نومه وصحيانه يصحوه في الوقت المحدد ويقوموه في الوقت المحدد. لا بأس، لا بأس، لا بأس. مش كده مثلا محتاج ان انت مثلا ربنا يرزقنا الاعتكاف، بس يلا السنه دي بقى يلا معلش ملحوقه. لو انت في اعتكافات، واعتكافات دي اعتكافات قويه يعني فيها ناس جامده بتديرها، ادعوا ربنا يرزقنا السنه الجايه يا رب الاعتكاف. السنه دي عدت كده بقى على خير. ممكن تلاقيهم يصحوك في وقت محدد، ويقول لك قول اذكار في وقت محدد، وتقرا القران في وقت محدد وبتاع، وانت المفروض تساعدهم ان هم يساعدوك وتلتزم بالكلام ده. يبقى الدين محتاج اداره، الدين محتاج اداره، والصلاه محتاجه اداره، محتاجه اداره. لما انت تديرها هي هتديرك. يبقى ادارته الصلاه من باب اضافه من باب الاضافه للفاعل او من باب الاضافه للمفعول. ادارته الصلاه يعني اداره الصلاه لك وادارتك انت
للصلاة. فلازم في بداية، مش في بداية التزامك، لازم في بداية طريقك لازم تهتم بالصلاة إلى أبعد ما يمكن. وتقعد بقى تجودها وتحسنها وتهندمها وتفكر فيها، وليه ده جه ليه قبل ده، وليه سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع ما اتقالتش في السجود ليه؟ طب وليه سبحان ربي الأعلى بتتقال في السجود ما اتقالش في الركوع ليه؟ طب وليه بنقرا قرآن واحنا واقفين ما بنقراهوش واحنا قاعدين ليه؟ اقعد بقى اسال نفسك اسئله كتير. طب ليه بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله؟ ليه دي بتتقال بعد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ بتشهد ليه بعد كده؟ اشمعنى تشهد غير في الموطن ده؟ طب ليه ما بتصليش النبي على طول؟ ما الموضوع سلام وصلاه وبتاع، ايه بقى دخل التشهد في النص؟ فتقعد يبقى قمه اهتمامك في بدايه الطريق بالصلاه. طب انت جايب الكلام ده منين؟ ربنا شكل الصحابه على كده. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيل. طيب عشان النقطه الثالثه الادعاء والاذكار. انت تفاجأ، يعني انا لسه اخ مكلمني امبارح او النهارده مش فاكر، واخ من يعني من الناس القدام خالص، يعني بقاله 20 30 40 50 سنه بيصلي، وقال لي يا عم عاوزين الادعيه بتاعت اذكار الركوع والسجود، انا حافظ ذكرين 3 بس. طيب كلنا كده ليه؟ لان احنا اهتمينا بحفظ القران على طول، وممكن تلاقيك ختم القران وما انتش حافظ الادعيه الصلاه. طب ده نتيجه ايه؟ ان الشيخ هيثم ما اداش العيال ادعيه الصلاه في الكتاب. يا دي الشيخ هيثم احنا جايين عليه خالص. خدت بالك؟ واخدت بالك؟ يبقى الشيخ هيثم المفروض يعمل ايه؟ المفروض يدي للعيال ادعيه الصلاه قبل ما تحفظهم قران. يا شيخ انا جايب لك ابني واخدت بالك وحطيته لك في الكتاب وسبته ومشيت. هو دماغه، وكلنا طبعا نظام دقه قديمه، راح عند سيدنا الشيخ في الكتاب لازم احفظ الولد، وابوه راح اضرب وانا جبس وما يهمكش وخلاص. يا عم لا، اخر حاجه حفظها له القران. قبل بقى ما تحفظوا القران تحفظوا اذكار الصباح واذكار المساء، وقبل ما تحفظوا اذكار الصباح واذكار المساء حفظوا ادعيه الصلاه. هتقول ايه في الركوع؟ هتقول ايه في السجود؟ لما تيجي تقول سمع الله لمن حمده، تقول سمع الله لمن حمده وتسكت، ولا سمع الله لمن حمده حمدا طيبا هنيئا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا منع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللي انا قلته ده مقدار قراءه سوره الفاتحه. الدعاء ده يا جماعه لو احنا كتبناه وكتبنا الفاتحه ممكن يبقى قدها يطول منها كمان. فزي ما بنحفظ الواد الفاتحه نحفظه يقول ايه بعد ما يرفع من الركوع، ونحفظه يقول ايه في الركوع، ونحفظه يقول ايه في السجود، ونحفظه يقول ايه بين السجدتين، ونحفظه شويه ادعيه حلوه بعد التحيات وقبل التسليم يقولهم، ونحفظه ادعيه يقولها في السجود: اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه بعفوك من النار، اللهم لا لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. تخيل كده ما يبقى طفل عنده 4 سنين وبيقول الدعاء ده. بنعمل مسابقات وبنوزع على العيال جوائز كل سنه ونختبرهم في التجويد ونختبرهم في القران، وما حدش قال لنا 10 ادعيه. سيبك بقى من الاولاد، مش قضيتنا دلوقتي، قضيتنا فيك انت، في يعني. هات الادعيه دي واحفظها بعد ما تدعي كمان تحفظ ادعيه الركوع والسجود. لا ده انت بقى محتاج تجيب كتاب ادعيه من ادعيه مقصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي مثلا اوتي جوامع الكلم، واحفظ جمع ادعيه القران، جمع ادعيه السنه واحفظها. قبل ما تحفظ 5 6 اجزاء احفظ الادعيه والاذكار دي كويس، هتلاقي حياتك صارت لها مذاق آخر. قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة. بعد كده إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. إذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. فلازم في بداية طريقك تهتم بالأذكار اهتمام خطير جدا.
تهتم بالقرآن علم وتعلم وتفسير، اسمع كتير تفسير، اقرأ كتير في التفسير، وعليك بالتفاسير المعتمدة السهلة الطيبة. خلاص؟ وخلي عندك حصيلة من الدعاء. نيجي بقى للأذكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا جماعة في وده هنقوله دلوقتي، بس مش عارف الموضوع طال ولا ليلة 23 عاوز أقصر في الدرس ونكمل موضوع الصلاة بكرة عشان خاطر الليلة 23. واحد النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين رجلين من الصحابة زي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فواحد فيهم مات في سبيل الله. واحد فيهم إيه؟ مات في سبيل الله، مات شهيدا. ثم بعد عام مات أخوه اللي هو كان متأخين، فواحد من الصحابة حلم بيه، فكان متوقع إن الشهيد هيبقى فين؟ في منزلة أعلى. فحلم العكس، لقى إن اللي ميت تاني سنة موتة ربنا كده من غير يعني ما ماتش شهيد ولا حاجة، مات موتة طبيعية زي ما بيقولوا على فراشه في مرتبة أعلى بكثير من الميت شهيد. من الميت شهيد. فاستغرب ازاي ده ميت شهيد يا جدعان. والصحابة كان عندهم موضوع طلب الشهادة ده ايه؟ أمر عالي جدا. فراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، قال له يا رسول الله أنا لقيته أعلى من أخوه اللي مات شهيدا. قال ألم يعش بعده سنة؟ كم فيها من صلاة، كم فيها من تسبيح، كم فيها من حمد، كم فيها من عمل صالح. خلاص القصة دي معروفة والحديث ده مشهور صح؟ وقعت لك بقى يا باشا امبارح على رواية لهذا الحديث أنه مات بعده بأسبوع. ميت بعده بإيه؟ بأسبوع. فإما ممكن يحمل ذلك على تعدد القصة، مات بعده بإيه؟ بجمعة أو فترة بسيطة أسبوع أسبوعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ماذا دعوتم له؟ الراجل أخوكم لما جه مات وأنتم بتصلوا دعتوا له قلتوا إيه؟ فقلنا اللهم ألحقه بأخيه، اللهم ألحقه بأخيه، أخوه كان ميت شهيد فربنا بقى يلحقه به. قال لا، كم من صلاة صلاها يعني في ذلك الأسبوع إنه لأعلى منه بدرجات ودرجات. ده الأسبوع ده خلاه يتخطى الشهيد بإيه؟ بدرجات ودرجات. فتخيل اللي أنا بقى عاوز أسأله لك حضرتك، لما يبقى واحد يموت شهيد والتاني يموت بعده بأسبوع ويسبقه بدرجات، عشان إيه؟ عشان الصلاة. طب بالله عليك صلاتنا اللي احنا بنصليها ديت هي اللي تخليك تسبق واحد. طب بلاش، انت لو قعدت نفسك كده وتحاسب نفسك انا عملت ايه الاسبوع ده؟ لو في غير رمضان عاوزك كده تقعد كده تشوف اخر اسبوع في شعبان انت عملت فيه ايه. بالله عليك الاسبوع ده يخليك تعلو في الجنة درجات ودرجات، ولا يوقعك بسبب الغيبة والنميمة والمناظر والنسوان اللي بتشوفها على اليوتيوب والمناظر الوحشة والمناظر اللي مش محترمة والغيبة والنميمة واللي 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 دركات ودركات. الأسبوع كان بيفرق مع الصحابة يا جماعة. ليه؟ لأنهم عرفوا حقيقة الصلاة وعاشوها. فالسجدة الواحدة إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. يبقى فعلا كلام النبي صح، درجات ودرجات. إن في أسبوع صلى في اليوم فيه كم صلاة؟ صلى فيه كم صلاة؟ 17 فريضة و12 نافلة و11 قيام ليل، أدى 40 ركعة ب80 سجدة. 80 سجدة ب80 درجة.
طب 80 في 7 أيام بكم درجة؟ تتكلم في ايه؟ عدينا ال 500؟ ها؟ 560 درجة في أسبوع بسبب الصلاة بس. 560 درجة، 560 درجة في أسبوع بسبب الصلاة بس. طب الصحابة ده صلى على النبي كم مرة في الأسبوع ده؟ سبح ربنا كم تسبيحة؟ حمد ربنا كم مرة؟ قال لا إله إلا الله قد إيه؟ فالأسبوع معاهم كان بيمري، الأسبوع معاهم كان بيمري على وشه. اليوم معاهم كان بيفرق، بالإضافة إلى أنهم في ارتكاب المعاصي أشبه المعصومين، لأن النبي ربهم على إيه؟ ربهم على إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فانتهوا، أنت خدت بالك من كلمة إيه؟ فانتهوا. طب ما أنت عارف إن الغيبة والنميمة حرام، وبقى لك 30 سنة عارف إنها من الكبائر، وكل يوم لا يخلو من غيبة أو نميمة. لا يخلو يوم إلا ما بجيب فيه سيرة واحد. لا يخلو يوم إلا من أسباب كثيرة توجب قسوة القلب، مش رقة القلب. يا جماعة احنا 3/4 اللي بنعمله بيقسي قلوبنا. 3/4 كلامنا في الدنيا، 3/4 كلامنا هزار وماسخ. فالقلوب مش حاضرة. على ما حضرتك تقول الله أكبر وتيجي تحضر قلبك بتكون صلاة خلصت، نتيجة ان القلوب مش حاضرة. احنا بعد ما نخلص التسليم، يعني لما نخلص خلاص احنا في التحيات فاضل لنا فيها درس او 2 وناخد التسليم، يعني ممكن ليلة او ليلتين نخلص موضوع الصلاة، يبقى كده موضوع الصلاة خلص؟ لا طبعا، لان في حاجات كتيرة جدا خارج الصلاة محتاجين نعملها، زي تحضير القلب. وتحضير القلب ده بقى حياة لوحده، ان انا ابقى مجهز قلبي، محضر قلبي للصلاه، بحيث اول ما اقول الله اكبر تلاقي نفسك انت انتقلت الى رحمه الله، رحت في دنيا تانية. انما بتلاقي واحد بيصلي بيقول الله اكبر والضحكه مرسومه على وشه، ليه؟ لسه قايل نكته قبل ما يصلي، لسه ضحك مع اللي جنبه قبل ما يصلي، وفي قيام ليل وكذا وكذا وكذا. انشغلنا بالأعمال الظاهرة وسيبنا حقائق القلوب. انشغال بالأعمال الظاهرة قد يكون مدخل، وقد يكون مدخل، خلي بالك وهختم بدي بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، قد يكون مدخل للشيطان عند الصالحين. الانشغال بالأعمال الظاهرة وعدم تحقيق معاني الإيمان، مقاصد العبادة، زي ما بنتكلم نقول مقصد العبادة ايه، انت فاهم ايه من العبادة دي؟ ايه اللي وراها؟ مقاصد العبادة. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في سنة من السنين، قامت جايه من امهات المؤمنين، جت وقامت جايه ضربه لها خيمه جنب خيمه النبي، قامت جايه حفصه، جايه عائشه، جايه ام سلمه، جايه كله جه، والمسجد ايه بقى ايه عباره عن خيام. فالنبي دخل كده بص لقى الخيام محطوطه، بتاعت مين دي؟ عائشه، وبتاعت مين دي؟ زينب، وبتاعت مين دي؟ ام سلمه، وبتاعت مين دي؟ حفصه. ايه الجمال ده؟ حد يتهم امهات المؤمنين يقدح في اخلاصهم؟ حد يقدر يقدح في اخلاص امهات المؤمنين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر تردن، البر تردن، البر تردن. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفته ولم يعتكف سنتين. شيل يا عم الخباء دي كلها. فممكن تكون حضرتك مشغول بقيام الليل ومشغول بصلاة التراويح، وحقيقة الوضع ان قلبك مش حاضر وان انت مشغول بأعمال ظاهرة، بدليل ان في نفس ذات اليوم انت مضيع صلاة الجماعة في الظهر. والعلماء بالإجماع قالوا ان صلاة فريضة واحدة افضل من قيام رمضان كله. فريضة واحدة، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، افضل من قيام رمضان كله بليلة القدر اللي فيه.
فحضرتك جاي وبتجاهد على الصف الاول ومش عارف ايه وحكايه وروايه وبتاع والصلاه وقيام الليل وليله القدر وانت مضيع اصلا صلاه وانت مضيع الظهر، وانت مضيع حاجات كتير، فمشغول بالسنه وانت مضيع فريضه. بتصلي الفريضه بدون قلب، ولا يكتب للانسان من صلاته الا ما عقل منها، فطران على لهو. صلي المغرب وانت في لهو، وانت ما انتش خاشع في صلاه المغرب، فانت فطران المغرب على ايه؟ على لهو، مش مركز في صلاه المغرب، وكنت تفكر في صلاه النافله. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تفهم مقاصد الصلاه. هلخص تاني واقول الصلاه، القران، الادعيه، الاذكار، ضب في الثلاثه دول 5 6 7 8 9 سنين، لما ينظبطوا اتنقل لغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.